كتفتح التليفون، كتدخل الانستغرام ولا تيك توك ولا اي بلاتفورم، كتدخل لها غير دقيقه كتلقى راسك ضيعتي ساعه بلا ما تحس. كتمل من اي حاجه ما فيهاش المتعه الفوريه. المشكل في دماغك والكميه ديال الدوبامين اللي ولات خارجه على السيطره. الا بقيتي عايش بهذه الطريقه التركيز ديالك غيولي ضعيف، والطموح ديالك غادي يولي ضعيف، والحياه ديالك غتولي عشوائيه. ولكن الا فهمتي الصيام ديال الدوبامين غادي ترجع تتحكم في دماغك، وترجع الشغف ديالك والتركيز ديالك والقوه ديالك الداخليه. شنو هو الدوبامين اصلا؟ الدوبامين ماشي هرمون السعاده كيف ما كيقولوا بزاف ديال الناس. الدوبامين هو ناقل عصبي، يعني ماده كيميائيه كتنقل الاشارات بين الخلايا العصبيه في الدماغ. كتفرز في الدماغ ملي كتوقع شي حاجه كتخليك تحس بالسعاده، ولا شي حاجه كتوقع منها مكافاه، بحال ملي كتاكل شي حاجه زوينه، ولا كتربح شي حاجه، ولا كتنجح في شي حاجه مهمه. الهدف ديالو هو يحفزك باش تعاود دير ديك الحاجه اللي جابت لك المتعه، بحال المكافاه البيولوجيه للدماغ. الدماغ كيطلق الدوبامين باش يخليك تبغي تعاود نفس الحاجه. المشكل هو ان السوشيال ميديا والالعاب والفيديوهات اللي كتكون قصيره وحتى الاباحيه كلهم مصممين باش يعطوك جرعات صغيره وسريعه من الدوبامين، ودماغك كيولي مدمن على المتعه السريعه. فين كيبدا المشكل؟ ملي كتولف المتعه السريعه الدراسه ديالك كتولي ممله، الخدمه ديالك كتولي ثقيله، القرايه ديالك ما كتبقاش تعجبك. علاش؟ حيت دماغك تعود على المستويات العاليه من التحفيز. بحال شي واحد كياكل السكر بزاف كل نهار، الفاكهه غادي تولي تبان ليه ما فيهاش المذاق حيتاش ما فيهاش الكميه ديال السكر اللي كياكل كل نهار. وحتى الموضوع ديال السكر غندير عليه فيديو، لهذا خاصك دير متابعه باش يوصلك كل فيديو غيتلاح. شنو هو الصيام الدوبامين؟ الصيام ديال الدوبامين ماشي هو انك تمنع الدوبامين كامل، حيتاش مستحيل. الفكره هي تحيد التحفيز اللي كيكون زايد، وتحيد الحوايج اللي ماشي ضروريه لفتره معينه باش ترجع الحساسيه للدماغ. توقف السوشيال ميديا، توقف الفيديوهات القصيره بحال الريلز ديال انستغرام، توقف الالعاب وتنقص حتى السكر. تبعد على اي حاجه كتجيب لك المتعه المستمره لواحد المده اللي كتكون صغيره، ما بين 24 ساعه حتى 48 ساعه، والى قدرتي حتى الاسبوع. كيفاش هادشي غيبدل لك حياتك؟ ملي كتقطع التحفيز الزائد دماغك كيرتاح، كتولي قادر تجلس تقرا لساعه بلا ما تحس بالملل القاتل. المتعه البسيطه كتولي عظيمه. فاش كتمشى ولا كتقرا ولا فاش كتكون جالس مع صحابك كتولي تحس بهم اكثر، حيت الحساسيه الدوبامين رجعت طبيعيه. كتولي تتحكم في راسك. اكبر فائده في هادشي كتولي ماشي عبد للتليفون، كتولي انت اللي كتختار ماشي النوتيفيكاسيون اللي كتختار. ولكن خاصنا نكون واقعيين. كاين واحد الخطا اللي شائع، بزاف د الناس كيظنوا ان الصيام ديال الدوبامين هو واحد الحل اللي سحري. برا الجواب هو لا. الا رجعتي مباشره بعد الصيام ديال الدوبامين نفس العادات القديمه اللي كنتي كدير، كل شيء غيرجع كيف ما كان. الفكره الحقيقيه الصوم الدوبامين هو اعاده الضبط، ماشي اسلوب حياه دائم. اذا شنو هو الحل؟ الحل هو خاصك تبني واحد العادات اللي جديده، الرياضه، قراءه، تعلم شي سكيلز، تولي تنعس في الوقت وتفيق في الوقت. كيفاش تصوم الدوبامين بطريقه اللي صحيحه؟ المرحله الاولى نهار واحد بسيط، بلا السوشيال ميديا، بلا موسيقى، بلا ماكله الزنقه، غير تمشى، كتب افكار جديده ولا قرا شي كتاب وخدم على الهدف ديالك. فاش غدير هادشي غتحس بواحد الملل اللي صعيب، وهنا بالضبط كيبدا التغيير. المرحله الثانيه ملاحظه الادمان. الا لقيت راسك كتشد التليفون بلا وعي راه هذه علامه ان دماغك متعود، غير لاحظ وصافي. المرحله الثالثه رجع بطريقه تكون ذكيه. رجع للسوشيال ميديا ولكن دير وقت محدد وبهدف يكون محدد، وما ترجعش بطريقه تكون عشوائيه. المتعه السريعه كتريحك غير لحظه، والانضباط كيبدل لك حياتك كامل. الصوم الدوبامين ماشي حرب ضد المتعه،
هو حرب ضد الادمان. الا بغيتي تزيد التركيز ديالك وتولي منضبط وتحس بالحياه اكثر وتنقص التشتت، جرب 48 ساعه وصافي وشوف شنو غيتبدل في دماغك.